ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع تغذيه الجراوي. ازاي اللي انت تزود الحجم بتاع الجرو، ازاي اللي انت يعني تساعد مع الام في الرضاعه والكلام ده كله، سواء الرضاعه كانت الام مكفياهم باللبن او مش مكفياهم، يعني سواء كده او كده. انا من نوعيه الناس اللي انا بحب ازود التغذيه بتاعه الجراوي. كل ده هنتكلم عنه النهارده. لو انت عندك جراوي وعاوز تخلي الحجم كويس وعاوز تخلي النمو بتاعهم احسن واحسن وتطلع جرو محترم يليق باسمك، اتفرج على الفيديو للنهايه وتابع الفيديو وما تفوتش الفيديو. ويا ريت يا جماعه نكتر اللايكات ونشير الفيديو على قد ما نقدر، وما تبخلوش علينا باللايك، وكله يصلي على النبي في التعليقات. يلا نكمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي للناس اللي مشاركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغاة الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. النهارده طبعا يا جماعة هنعرفكم ازاي اللي انت عاوز تطلع جرو محترم تمام يليق بيك ويليق باسمك قبل ما تبيعه. لان طبعا الانتاج يا جماعة مش اي حد ينتج. اي نعم الناس كلها بتنتج، بس كل واحد بيبقى حابب يكون مميز، وفي نفس الوقت كلها ثقافات. النهارده طبعا هنشتغل الجرو ده يا جماعه عمر 15 يوم. الجرو ده عمر 15 يوم او 14 يوم. طبعا الجراوي دي ولاد الملكه دهب تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، جايبين اكني جايبه جراوي شربوني، الالوان اللي هي الحمراء تمام. جراوي ان شاء الله امر الله هتكون كويسه جدا جدا. الاحجام بتاعتهم كويسه وعمر 15 يوم، الله اكبر عليهم، كله يسمي الله تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، بس احنا هنحب نعمل توليفه كده من الاكل بحيث ان الجرو يبتدي يشتغل، واللي احنا نهيئ الجرو على معده الاكل بقى تمام. في ال 15 يوم دول، يعني في اول عمر 15 يوم لحد عمر 25 يوم هنبتدي نلقم بقى للجرو وجبه متكامله الاركان والعناصر الغذائيه، بحيث ان الجرو يبقى عنده مناعه زياده عن اللزوم. وفي نفس الوقت يا جماعه الوجبه دي بتدي للجرو ايحاء للمعده وتشغيل بقى الميكروبيوم، بتقول له جهز نفسك للتغذيه بقى الخارجيه ان شاء الله بامر الله. النهارده وجبه خفيفه جدا وكويسه ومتواجده في اي مكان. هنجيب طبق زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، وهنجيب معانا علبه زبادي طبيعي تمام، اللي هي جهينه نسلي اي حاجه، او علبه زبادي طبيعي اللي هي بتاعه اللبن العادي، يعني سواء ده او ده عادي. عندك لبن بخيره او عندك لبن جاموسي برضو عادي طبيعي، كل ده مفيش فيه مشكله. وشويه ميه وحاجه اسمها جروس فورميلا من الصيدليه البشري، بتجيبه بتبقى باكو كده. ده جوز فورميلا بالشوكولاته، يعني مفيش فيه مشكله، برغم ان الشوكولاته مضره للكلاب بس كترها. احنا هندي لمده 10 ايام بس تمام. ومعانا حاجه اسمها استيوكير شورب، ومعانا حاجه اسمها فورتال شورب. يبقى تاني هنقول لكم نعمل ايه. هنجيب اول حاجه خالص، هنجيب اهو ده استيوكير شورب، هنحط حاجه شويه صغيرين اهو بتاع حوالي 2 سم. هنعمل وجبه للجراوي. انا بعمل الموضوع ده مرتين في اليوم مع تغذيه الام، يعني كده كده الام بترضع تمام كده يا جماعه. وهنجيب حاجه اسمها فورتال شورب، فيتافيكت شورب، اسف فيتافيكت شورب. برضه هتحط مقدار حوالي 2 سم او 3 سم، ما تكترش، يعني ما تكترش الحاجه تمام، لان الحاجه كل ما بتكتر كل ما بتتقلب لضدها. وحاجه اسمها في دروب تمام، في دروب ما تكترش منه، حوالي 2 سم، ما تكترش عن 2 سم تمام، او سنتي ونص، يعني ما تكترش عن 2 سم. الحاجات دي لما بتكون تركيزتها قليله كل ما تكون احسن، انما كترها مش هيعمل معاك نتيجه، هيعمل معاك نتيجه عكسيه. ودي كبسولات حاجه اسمها لاكتيول فورت او بودره، لاكتيول فورت كبسولات او لاكتيول فورت اكياس. انا عندي متوفر دلوقتي عندي في البيت، يعني لاكتيول فورت كبسولات اهو. بفضي الكبسوله كل ده في الطبق، لسه ما عملتش اي حاجه. يبقى حطينا اوستيوكير شورب، فيتافيكت شورب، في دروب شورب، وكبسولات اللي هي لاكتيول فورت تمام. وهنحط عليهم شويه ميه صغيرين مقدار 10 سم
10 سم ميه اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، 10 سم ميه تمام، او بكتير قوي 20 سم ميه ما تكترش. وهنجيب بقى الجروس فورمولا اهو، هنحط مقدار معلقه اهو، اللي هو جوز فورمولا ده بيزود فاتح للشهيه ومجموعه فيتامينات مع بعض. مقدار معلقه كده يا جماعه ما تكترش تمام. وتقلب الخليط ده كله بالميه بالفيتامينات اللي انت حطيتها، بتقلبه كويس جدا جدا بحيث اللي هو ما يعملش كلاكيع معاك وانت بتدي للجرو بالسرنجه، لان طبعا الجرو لسه. طبعا الحاجات دي كويسه جدا جدا، بتدي عصب وبتزود الشهيه عند الجرو، وبتطلع حجمه كويس جدا، وفي نفس الوقت بتعالج اي مشاكل لو في كساح ولا اي حاجه في المستقبل. يعني حاجه كويسه جدا جدا، وبتعود الجرو اللي هو ياكل ويكون كويس وصحته كويسه تمام. اهم حاجه زي ما انا قلت لحضراتكم اللي انت ما تكترش. طيب وادي علبه الزبادي اللي الناس كلها بتقول لك لازم تجيب الحاجه خاليه من اللاكتوز ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله يا جماعه ملوش علاقه بالصحه، لان الحمد لله بفضل ربنا الناس خدت المعلومات التقليديه وخلاص وبتقلد بعضها على اليوتيوب. حطينا علبه الزبادي اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. عندك شويه لبن، لو انت عندك لبن حط اللبن بدل الميه، لبن بخير ولبن طبيعي تمام. واحد يقول لي طب ده المفروض يبقى اللبن خالي من اللاكتوز، مفيش الكلام ده يا جماعه. الحمد لله بفضل ربنا بنقدم لك الحلول على الطبيعه، ما بنقولكش كده حلول وخلاص. كل حاجه قدامك على الطبيعه اهوت، ما بنقفلش الكاميرا ولا بنقول لك تصبر هنعمل ايه وايه ولا اي حاجه خالص. كل حاجه وبتقلب كويس جدا جدا بحيث الخليط كله يتمازج مع بعضه تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، اصبح متماسك مع بعضه كله الخليط، بحيث ان الفيتامينات مجموعه الفيتامينات كلها تبقى مع بعضها، والجوز فورميلا مع الاوستيوكير مع الفيتافيكت مع الفيدروب مع كبسولات الياكتيول فورت، كل ده وجبه متكامله غذائيه جميله جدا. وطبعا زي ما انتم شفتوا اللي احنا برضو الحمد لله بفضل ربنا نزلنا الحل الامثل والفعال لمشكله الصديد اللبن. للناس كلها تقول لك ايه اعزل الجراوي ومش عارف ايه والدنيا بتخرب، لا ما تقلقش. اللي عايز يتفرج على فيديو صديد اللبن والحل ازاي يرجع للفيديوهات بتاعتنا، هتلاقي الفيديو اتفرج عليه هيعجبك جدا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، قلبنا كويس وهنأكل الجرو على الطبيعه قدامكم. بيتهيألي اللي بقى ما حطيناه، ما جبناش بقى زبادي خالي من اللاكتوز ولا جبنا اي حاجه ولا جبنا مش عارف ايه ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو، كل حاجه قدامكم. هنأكل الجراوي قدامكم اهو. وطبعا حطينا جوز فورمولا. الجوز فورمولا عندي بالشوكولاته، يعني المتوفر عندي حاليا ما اشتريتش اهو. ادي جرو اهو تمام كده يا جماعه اهو، بجيبه اهو. هو طبعا شامم الريحه وعايز ياكل اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. والحمد لله بفضل ربنا بتحط السرنجه على جنب بق الجرو، على جنب بق الجرو، وواحده واحده تخليه ياكل، وترفع بايدك كده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو اهو. وطبعا ما تخنقوش من تحت زوره علشان ما يشرقش، وما تدوس بالسرنجه مره واحده علشان برضو ما يشرقش. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. هدي للجراوي قدامكم اهو. طلعنا التاني. الجراوي دي ان شاء الله امر الله يا جماعه، في 2 اتحجزوا زي ما احنا قلنا. اللي عاوز حجز الجراوي احنا ان شاء الله امر الله هنسلم الجرو عمر 45 يوم، هو دلوقتي عمر 15 يوم. اللي عايز يحجز الجرو يحجز معانا، الاسعار في متناول الجميع بمناسبه عيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين. وطبعا بمناسبه طبعا الناس المشتركين معانا الجمال، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الجرو اهو. بدي لجميع الجراوي عشان ما تقولوش ايه ده جرو واحد اللي انت اديته وعادي لو حصل له مشكله معاه عادي، لا الجراوي كلها اهو بنقول لكم كل حاجه قدامكم اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. الجراوي كلها الحمد لله بفضل ربنا بتاكل وجميله
واللي الموضوع ده شغالين بيه من ساعه ما احنا اشتغلنا في موضوع الكلاب اهو زي ما انتم شايفين. ولا بقى ايه خالي من اللاكتوز ولا خالي من مش عارف ايه ولا الكلام الهجص ده كله. تمام. وتروح تجيب حاجات بالشيء الفلاني، لا اهو. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو الاحجام الحمد لله بفضل ربنا الواحد راضي عليها اهو. اهو طبعا الجراوي كده كلها الحمد لله خدت كلها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. من جنب بق الجرو كده وتلقم بالراحه، تضغط على بوز السرنجه كده بالراحه بحيث ان انت ما تشرقش الجرو، مش اللي انت تدوس مره واحده او تضغط مره واحده تلاقي الجرو شرق منك ومش عارف ياكل ويطلع من مناخيره. لا زي ما انتم شايفين كده باخد من الطبق اللي انا عملته اهو بالسرنجه وبدي اهو على جنب بق الجرو بالراحه خالص. بعمل الموضوع ده مرتين في اليوم، بعمل الوجبه دي مرتين في اليوم. ما تعملش وجبه كتيره وتفوضها وكمان شويه تعملها، لا اعمل على قد الجراوي. عندك 10 جراوي اعمل على قدهم، عندك جروين اعمل على قدهم. تمام. يعني اعمل اول باول، ده مقصدي، المقصد اول باول. ما تعملش حاجات كتير وكمان اللي هو يقعد في التلاجة او تشيل تقول انا هحط في التلاجة، لا عادي ومفيش فيه مشكله، بس هو يفضل ان انت تعمل اول باول اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين الجرو اهو، الله اكبر الله اكبر بياكل. طبعا يا جماعه الكلاب او الجراوه يا جماعه اوعى مني ومنك. لو الجرو عارف وحاسس ان الموضوع ده هيضره، بص الجرو عاوز ياكل السرنجه. ليه؟ لان طبعا الحمد لله بفضل ربنا طول ما انت شغال بما يرضي الله هتلاقي الدنيا كويسه جدا. طبعا بعد كده طبعا انا مدخل الام جوه مع الكلاب بتاكل دلوقتي. طبعا بعمل الموضوع ده مرتين في اليوم وعلى قد ما بقدر بخلي النتايه دهب ترضعهم. طبعا بعد ما بياكلوا الوجبه دي بستنى عليهم نص ساعه واقوم مدخل النتايه ترضعهم بحيث اللي هي برضو تديهم بق لبن برضو كده يظبطهم برضو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. ده بيدي عصب للجرو وبيخلي الميكروبيوم اللي هو يبتدي يجهز نفسه للاكل الخارجي بقى. يعني احنا كده بنجهز المعده بتاعه الجرو للاكل الخارجي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. طبعا وجبه متكامله جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين اهو. الجرو شبع وعايز تاني، بس انا طبعا هفرق على اخواته عشان زي ما قلت لحضراتكم انا عارف المقدار اللي عندي عملت عليه اهو زي ما انتم شايفين اهو. الله اكبر. الجراوي بتتمتع بصحه جيده. وطبعا الجراوي دي شربت من صديد اللبن الحمد لله بفضل ربنا الله اكبر، لان احنا عالجنا الصديد وهم بيرضعوا من اول ثانيه وكان الكلب عندها صديد. وطبعا قلنا نعالج ازاي الصديد اثناء الرضاعه واثناء اول يوم. دكتور او اي قناه على اليوتيوب هتقول لك اعزل الجراوي وهات لبن خالي من اللاكتوز لمده اسبوع ورضع الجراوي صناعي ومش عارف ايه. طبعا ولبن خالي من اللاكتوز وتروح تجيب بالشيء الفلاني. طبعا الحمد لله بفضل ربنا ما تلاقيتش حد يتكلم عن الموضوع ده، لان طبعا كله يا جماعه عاوز يقلد التاني وخلاص ومش عارف هو بيقول ايه. ده نزل فيديو كويس واشتغل معاه عاوز هو يقلده وخلاص. نفس الكلام اكنك بتفتح كتاب الصفحه في 100 صفحه هم بس كل واحد بقى ايه بطريقه معينه. يا ريت يا جماعه كله يشير الفيديو على قد ما يقدر. يا ريت يا جماعه كله يكتر من اللايكات. يا ريت يا جماعه تبخلوش علينا باللايك وكله يصلي على النبي عشان كله ياخد حسنات واحنا ناخد حسنات. زي ما انتم شايفين يا جماعه ادي الطبق خلص، مفيش فيه يعتبر خلاص يعني مفيش فيه يعتبر ما كملش ربع سرنجه، بس طبعا عشان الفيديو تمام ما كملش ربع سرنجه فيه اهو. تمام الحمد لله بفضل ربنا شغلنا
بيتكلم عننا. الحمد لله بفضل ربنا النتيجه مبهره جدا زي ما انا قلت لك، بالاوستيو كير شورب والفيتا فيكت شورب والفي دروب وكبسولات الياكتيول فورت مع شويه لبن بخير او لبن طبيعي او ميه مع الجوز فرمله، ما تكترش منها طبعا زي ما احنا قلنا. كل ده بيتقلب زي ما انت شفت في الفيديو. بندي للجراوي عمر 15 يوم، بنبتدي نجهز الميكروبيوم للاكل الخارجي شويه، وهندخل الام دهب اللي هي ترضع، يعني ترضع مفيش فيه مشكله. سواء عندك النتايه بترضع كويس واللبن بتاعهم كويس وفي خير ليهم وبيكبر الجسم بتاعهم، مفيش فيه مشكله تزود معاهم. لو اللبن بتاعهم ضعيف ممكن تدي حاجات تقوي لبن الام، تزود لبن الام وبتدي الحاجات دي. تمام كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تبخلوش عننا باللايك والاشتراكات والحاجات عشان الناس كلها تستفاد. تحياتي للجميع واشوفكم على خير. اي حد عنده اي استفسار او اي سؤال اكتب لي في التعليقات واعمل لك حلقه بيها لوحدك وارد على حضرتك. تحت امر الجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.